السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم يا أحلى اخوات في الدنيا؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. هنعمل النهاردة مع بعض العيش الشامي لسحور شهر رمضان الكريم. كل سنة وأنتم طيبين. بقدير بسيطة جدا، اقتصادي جدا، ومش هياخد منك أي وقت في التحضير. وهنعمل 45 رغيف من كيلو واحد من الدقيق، وطالع معايا بالجمال والقمر اللي انتوا شايفينه ده، كله منفوخ، طعمه جميل جدا، أحلى بكتير من اللي احنا بنشتريه من الأفران. يلا كده نسمي الله ونشوف هنعمله ازاي مع بعض. أول حاجة في بولة كده هنحط كوباية من اللبن، تكون دافي زي دمع العين. أهم حاجة يكون فاتر كده علشان يسرع لك عملية التخمير. نزلت عليهم بمعلقتين ونص من السكر وباكت من الخميره الفوريه، وهنقلب لحد ما السكر كده يبدا يدوب والخميره تعمل فقاقيع على وش اللبن. هننزل بنص كميه الدقيق، ده كيلو من الدقيق متعدد الاستخدام، منخول كويس جدا. ونزلت عليهم بنص معلقه صغيره من الملح. هنقلب بقى بالسباتلا، وبعد كده هننزل بكوبايه تانية من الحليب يكون دافي برضو. ممكن تستبدليها بميه. بس احنا هنا بزود القيمة الغذائية بتاعتنا، علشان طبعا خصوصا لو انت عندك اطفال كده هيصبحوا صايمين، تبقى انت كده زودت لهم القيمة الغذائية في العيش بتاعك. عايزه اقول لك يا حبيبه قلبي، العيش اللي بنجيبه من الافران بيبقى معجون بميه خالص، ما بيبقاش عليه اي لبن، وبيبقى على قلبنا زي العسل، وبنشتري رغيف بقد كده. وطبعا يعني مش عايزه اقول لك ما بيبقاش احلى ولا انضف ولا اجمل من اللي انت بتعمليه في البيت. تمام. عايزه تعجني العجين بتاعك كله بميه، هيبقى معاكي زي القمر وهيديكي نفس النتيجه. تمام. احنا هنا بقى هلت العجينه كويس جدا جدا، برب لها عرق وبنشط ماده الجلوتين اللي في الدقيق. وعايزه العجينه تكون ناعمه وملساء بالشكل ده وطريه، شايفين طراوه العجينه؟ وتكوني كده لما تشديها تعمل معاكي مطه كده، يعني انت كده عملتي العجينه عرق، ما تكونش بتقطع. تمام. علشان يطلع معاكي كله منفوخ لازم تخدمي العجينه كويس وتعجنيها كويس جدا جدا. مسحه بقى من الزيت كده في البوله بتاعتنا، ومسحت كده مسحه بسيطه جدا على وش العجينه، وحطيتها في البوله. وبعد كده هغطيها كده بكيس تلاجة فتحاه او ببلاستيك راب لو عندك. بعد كده هتغطيها بفوطه وتسيبيها ساعه الا ربع تخمر. بعد ما فات حوالي ساعه الا ربع، بصوا بقى العجينه بقت زي القمر معايا. ولو سبتها اكتر من كده طبعا هتخمر اكتر من كده، ولكن انا مش عايزاها تخمر زياده. هو يا دوبك كده ساعه الا ربع كويس جدا جدا. هاخد العجينه بتاعتي واطلع منها الهواء بالشكل ده. وبعد كده هبدأ بقى ان انا اكورها الكور اللي انت حباها. حابه بالحجم ده تمام، حابه تكبريها اكبر من كده زي ما انت حابه. عايزه اقولك ان الحجم ده هو ده اللي احنا بنشتريه من الافران. جبت صينيه وحطيت عليها رشه كده من الدقيق، وهبدأ ان انا اكور العجينه بتاعتي كلها بالشكل ده. اهم حاجه بس وانت بتكوري الكور بتاعتك، ابدأي ان انت تدمجيها بايديكي كده بالشكل ده، علشان تبقى كده مسويه معاكي وتبقى ملساء وتبقى سهله في الفرد معاكي. تمام. انا بقى هخلص كل الكور دي هخلصها كلها. وبعد كده هغطيها بفوطه. ضروري جدا جدا ان انت تغطي العجينه بتاعتك بفوطه بعد ما تخلصي، علشان ما تعملش طبقه كده على وش الكور بتاعتك، وهيبقى العجين بتاعك مش كويس. تمام. وما بين كل كرة والتانية بتسيبي مسافة صغيرة، علشان طبعا هيبدأ ان هو يزداد حجمه شوية بعد ما يرفع او بعد ما يريح. هبدأ بقى ان انا افرد اول كرة انا كورتها. تمام. انا ما سبتهاش يريح، انا يا دوبك خلصت تقطيع وبدات ان انا افرد في اول كره انا قطعتها او كورتها. لقيتها بدات ان هي يزداد حجمها، وبدات ان هي ترفع عادي او تريح. جبت شويه من الدقيق، مسحه بسيطه جدا جدا. ما تزوديش دقيق تحت العيش بتاعك، علشان ما يجيرش منك كده ويبقى لونه ابيض كده، وما يبقاش يعني احسن حاجه. اهم حاجه مسحه بسيطه جدا عشان تعرفي تلفي كده العيش معاكي. بصوا انا ايد بتلف وايد بتفرد بينا الشابه بتاعتي. بصوا، حبه بسيطه جدا تحت العيش ويبقى بالسمك كده. انا مش عايزاه لا سميك قوي ولا رقيق قوي. يا دوبك بفرده بايديا كده بسيط، وبعد كده بايد كده بتدور العيش، وايد بتفرد بالنشابه بالشكل ده. اهم حاجه ما تحطيش بس دقيق على وش العيش بتاعك. هي مسحه بسيطه جدا تحت العيش علشان تعرفي بس تلفيه وانتي بتدوري كده بايدك. لو احتاج ولقيت النشابه بتلزق، يا دوبك بل ايديك كده بالدقيق وامسحي مسحه بسيطه جدا على وش العيش وانت بتفرديه، مش اكتر من كده. اهم حاجه بقى ان انت تجيبي كده قماشه، عندك قماشه مطبخ تكون نظيفه او فوطه، بتفرديها على الصينيه وبتحطي العيش وبتغطيه بفوطه تانية، علشان طبعا ما يعملش طبقه تانية بعد ما تفرديه. اهم خطوه برضو تغطيه كويس جدا علشان ما ينشفش منك.
انا خدت بقى كميه يجي 5 8 كده ولا مش عارفه 7، عدوهم بقى انتوا. وبدات ان انا افردهم مره واحده بالشكل ده. لو انت مش سريعه في الفرد اعملي واحده واحده. تمام. انا بس عايزه اخلص، مش هياخد منك اي وقت صدقيني. يعني انت لو بتعمليه قبل السحور كده بيساعد زمن، هو الوقت اللي هياخده بس عمليه التخمير بتاعتي للعجينه، مش اكتر من كده. حتى التسويه على النار مش هياخد منك اي وقت خالص. بصوا بقى بفرده كله كده، يعني إيه، عشان انا عارفه ان انا بعمل بسرعه. لو انت بطيئه ما تعمليش كده علشان ما ينشفش منك، عشان لازم يتغطى بسرعه. بعد ما فردتهم اخدهم كلهم كده مره واحده واغطيهم، احطهم في الصينيه بتاعتي واغطيهم. تمام بالشكل ده. كده انا خلصت بقى. هسيبه حوالي 10 دقايق. يعني بعد ما تفردي العيش كله سيبيه 10 دقايق يريح مش اكتر. يريح كده وتلاقيه ازداد حجمه شويه، وهيبقى معاكي زي القمر. بعد كده جبت الجريل بتاعي او الصينيه، لو انت مش عندك جريل الصينيه كده وقلبيها على وشها. واول ما بتبقى تسخن، على الاول خالص نار هاديه. يعني اول ما بتسخن هدي النار، خلي النار متوسطه. وبعد كده حطي العيش بتاعك، وبعد كده علي سنه. واخده بالك؟ يعني الجريل بتاعي سخن. بعد ما سخن حطيت العيش بتاعي. بعد ما حطيت وطيت النار متوسطه. بعد ما وطيت متوسط كده ولقيت بدأ يظهر فقاقيع على وش العيش بالشكل ده، ببدأ ان انا اقلبه بسرعه. يعني ما بسيبهوش ان هو يتنفخ كله. اول ما يبدأ فقاقيع كده ببدأ ان انا اقلبه. بيتقلب مره واتنين وتلاته لحد ما تلاقيه اتنفخ معاكي، والتانيكي تقلبي فيه باستمرار عشان يتنفخ معاكي كله. تمام. بعد ما تلاقي فيه فقاقيع كده بدأت تظهر، تعلي النار سنه. هيطلع معاكي منفوخ ويطلع معاكي بالجمال والقمر ده. اهم حاجه ان انت سبتيه تريح بعد ما فردتيه. تاني حاجه ان انت تظبطي النار بتاعتك. تالت حاجه طبعا ان العيش يبقى معاكي مش لا سميك قوي ولا رفيع قوي. تمام. علشان يتنفخ معاكي كله ويبقى معاكي كله بالشكل ده. انا ولا رغيف طلع مش منفوخ، هو رغيف واحد بصراحه اتخرب مني طبعا وانا بقلبه بالسباتله بتاعتي. عايزه اقول لك كمان تحاسبي وانت بتقلبيه، علشان لو اتخرم منك مش هيقب خالص، مش هيتنفخ معاكي. انا بص مستعمله يعني حاجتين كده، واحده بسند بيها والتانيه باخدها كده بالراحه وبقلبها. تقلبيه بالراحه عشان لو اتخرم منك مش هيتنفخ خالص. وطبعا لو في واحد كده او اتنين ما تنفخوش معاكي، وفي جزء منه اتنفخ والجزء التاني ما اتنفخش، بتبداي ان انت تتكي عليه بالسباتولا كده على الجزء اللي منفوخ بالشكل ده، بتمشي الهواء فيه علشان يتنفخ كله معاكي. تمام. انا بص مش عايزه ابطل خبز فيه لانه كله منفوخ، وبحب قوي قوي العيش وهو بيتنفخ كده. يعني مرحله ببقى سعيده جدا وانا شغاله فيها يعني. العيش كله منفوخ طعمه جميل جدا جدا بجد والله، احلى بكتير من اللي احنا بنشتريه من بره. هقولك على بدائل للعجينه حبيبه قلبي. ممكن تحطي معلقتين من اللبن البودر وتعجني بميه. تعجيني العجينه بتاعتك كلها بميه. ممكن زبدايه وتعجيني بميه. ممكن بلبن زي ما انا عملت، ممكن بميه خالص. المهم كله هيديكي نفس النتيجه ونفس الجمال اللي انتوا شايفينه ده. شايفين القمر؟ اكيد مش هنشتريه بالنظافه وبالجمال ده. وهنلاقيه طبعا الايام دي. طبعا انا ما بشتريهوش بصراحه، انا بعمله على طول في البيت. انا مش عارفه سعره كام. فشوفي انت دلوقتي بقى في الغلا ده الرغيف هيبقى بكام في رمضان. فانت اعملي كده كل يوم. يعني حوالي كيلو عشان ما تقليش على نفسك، او لو عندك حد هيساعدك اعملي 2 كيلو او 3 كيلو. وحطوهم في اكياس ثلاجه وحطوهم في الفريزر. قبل السحور بساعه هتطلعي الكيس كده هتلاقيه فك معاكي، مش هيحتاج تسخنيه ولا تعملي فيه اي حاجه. وهيتنيه طاري معاكي لاخر رغيف. بجد تحفه. شايفين الجمال؟ هوريكم كمان اللي هو منفوخ ازاي. يعني بصوا مش محتاجين ان انا افتح لكم لانكم شايفين خطوه بخطوه. انا تقريبا جايبه لكم كل مرحله الخبز. بصوا الطراوه بتاعه العيش، وبصوا بقى من جوه عامل ازاي. بجد تحفه. اتمنى تجربوه يا حبايب قلبي. ولو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في اللايك والشير والاشتراك في القناه. واشوفكم في حلقه جديده ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.